تخيل كده، امشي في الشارع، بص حواليك، فجأة بتقف بتقول في سرك استنى، انا حاسس ان انا عشت اللحظة دي قبل كده. نفس الناس بنفس الاصوات نفس الريحة حتى. ازاي؟ دي اول مرة تمشي في الشارع ده. اصلا اللي حصل معاك ده اسمه الديجي فو، مصطلح فرنسي معناه شافه قبل كده، وهو ظاهرة غريبة بتحصل لما تحس انك شفت الموقف ده قبل كده رغم انك متأكد انه اول مرة يحصل. الظاهرة دي مش جديدة، من ايام اوبن لحد ديكنز وبروست، والكل حاول يفسرها، لكن العلم مسكت وبدأ يحاول يفهم الظاهرة دي من أكتر من زاوية نفسية وعصبية وحتى فلسفية. وواحدة بقى من أقوى النظريات بتقول إن الديجيفو ده ممكن يكون بسبب خلل لحظي بسيط في المخ، تحديدا في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ. ده الجزء اللي بيخزن الذكريات وبيفصل ما بين القديم والجديد. لما يحصل خلل مؤقت في الاتصال بين الحسين والمناطق التانية زي القشرة الجبهية، المخ ممكن يغلط ويفكر إن اللحظة اللي أنت فيها دي لحظة قديمة. معنى تاني، المخ بيعمل فولس بوزيتيف للذاكرة، يعني بيرن الجرس اللي بيقول لك أيوه ده حصل قبل كده، بس الحقيقة لا، دي أول مرة. في نظريات تانية بقى بتقول بيحصل لما يحصل تداخل بين نوعين من الذاكرة، شورت تيرم ميموري الذاكرة قصيرة المدى، ولونج تيرم ميموري الذاكرة طويلة المدى. تم نقل المعلومة بسرعة زيادة للمخزن الطويل، بتحس انك بتسترجع ذكرى، بتعيش حاجة جديدة. في علماء قالوا ان الظاهرة دي ممكن تكون ناتجة عن حاجة اسمها المايكروسيزيا، يعني تشنج عصبي دقيق في الدماغ. ده بيحصل اوقات عند الناس المصابين بصرع الفص الدماغي اللي بيعيشوا لحظات الديجيفو اقوى واكتر من الناس العاديه. غريب بقى ان في دراسه حديثه سنه 2021 قالت ان الناس اللي بيحصل لهم ديجيفو كتير بيكون عندهم مرونه ذهنيه اعلى، قدره اكبر على ملاحظه التفاصيل. يعني ممكن تكون ظاهره مربكه بس كمان علامه على ان المخ شغال بكفاءه عاليه. بس خلي بالك، لو بتحس الديجيفو كتير وبيجي معاها قلق شديد ونوبات فقدان وعي، ساعتها بقى لازم تستشير طبيب أعصاب، لأن في بعض الحالات النادرة ممكن يكون ليها علاقة بمرض زي الصرع ومشاكل في الفص الصدري. إنما لو بتحصل بين الحين والتاني فأنت مجرد بتمر بتجربة فريدة من نوعها. فسرها العلم يخلينا نفتكر دايما إن المخ البشري معقد وأغرب مما نتخيل. أوقات بنعيش لحظة ونفتكر إنها ذكرى، وأوقات الذكريات بتبقى أعمق من أي تفسير. بس اللي متأكدين منه إن كل لحظة في حياتك بتعلم في دماغك حتى لو عقلك بيخدعك احيانا. دي كانت ابيسود 4 من سلسلة العلم بيقول ايه، كل تلات الساعة 3 خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.